بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي برنامج صوت الخميس، في هذه الحلقة سنتطرق لموضوع الساعة، موضوع التنجيم. ظهر علينا كثير مما يدعون أنهم منجمون وأنهم يقومون بعمليات حساب، وتنعرفوا بأن الدين الإسلامي، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حرمت التنجيم، ووصف سيد الخلق أن المنجم هو اقتباس من السحرة. فلهذا نريد أن نتكلم على هذا الموضوع الشائك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. هذا المنجمون يدعون أنهم على علم وأنهم يتنبؤون وأنهم يعلمون الغيب. فأولا تلقى هذا المنجم الحالة ديالو حالة لا يصلي، ويعني تلقاه تشرب الخمر، تلقاه يدخن، تلقاه يدير جميع الأعمال المحرمة في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعي أنه منجم. وأكثر من هذا، منهم بعض المنجمون اللي ما تآمنوش بالكتب الحديث، ومنها كتاب البخاري. أنا جالست أحد المنجمين فقال لي هذاك الكتاب ما كاينش، وأنكر. فمن بعد ما قريت في البخاري لقيته يتكلم عن التنجيم كثيرا، وأحاديث صحاح في البخاري وفي مسلم تتكلموا على التنجيم وأنه حرام. هاد الناس يدعيوا بأنهم هم أعلم الخلق، وبأن هاد الناس اللي تيقولوا الدين وهاد الصلوات الخمس، ومنهم اللي تيآمن بأن كاين يجوا الصلوات صلاة، يأخذون الدين يقولون أنهم قرآنيون، وأن السنة ما كايناش كاع نهائيا. لهذا أنا أنبه المشاهد الكريم بأن هاد المنجمون هم سحرة، وأنهم تنصبوا على الناس. وأكثر من هذا، أتحدى جميع المنجمون اللي كاينين دابا في المغرب، ولو واحد منهم يقول لي باش تخرج اللقاء ديال المغرب مع إسبانيا يوم الثلاثاء، وشحال تكون النتيجة إذا كان هو تيقول بأنه منجم. لأنهم هاد المنجمون دائما تيوهموا الناس أنهم في أمور عمومية. مثلا تيقولوا يموت هاد العام واحد الرئيس، واحد البلاد يوقع فيها انقلاب، تيعطيو هاك الشيء. ولكن إلا كانوا هما تيقولوا بأنهم تيعلموا تيتنبؤوا بالمستقبل، يقولوا لنا المصير ديال اشنو يكون، شكون اللي يموت، شكون اللي يحيا، هما عندهم حسابات. بحال ظهروا شي ناس يهضروا على سياسيين معروفين يوقع عليهم يديروا يفعلوا يتركوا، وهذا الشيء كله هو داخل في السحر وفي الشعوذة. هادو منجمون جدد تيربطوا علم التنجيم بالفلك، وأنهم تيقولوا بأن التنجيم هو أقوى من الفلك. مع أن تنعرفوا الفلك هو علم قائم بذاته لتسير الأمور الكونية اللي الله سبحانه وتعالى وضعها، فهذا علم قائم بذاته في التوقيت، في أشياء كثيرة للفلكيون، قضية ديال الشتاء، قضية أشياء كثيرة. لكن هاد المنجمون هما تينصبوا على الناس، تيديروا 3000 درهم. اللي بغى يدير شي مشروع يقولوا لي واش انت عندك فيه الخير ولا ما عندك، كيفاش دير ليه، اللي بغى يتزوج، اللي بغى كذا، اللي بغى، وهذا الشيء تيربطوه بحسابات والى غير ذلك. هادو سحرة جدد في المغرب باسم التنجيم، وانهم تيقولك ما عندهمش علاقه لا بالجن لا بالشياطين لا والو، انهم عندهم حساب علمي دقيق. وهذا والله الكذب ثم الكذب. لهذا تنحضر
المشاهدين الكرام من هاد السحرة الجدد، وانا اتحداهم تنقول لهم يقولوا لنا قبل من نهار الثلاث اللقاء باش يكون، واكثر من هذا يقولوا لنا النتيجه، لانهم هما تيتنبؤوا، هما تيقولوا كيموت فلان، يوقع الفلان كذا، تيشوفوا الابراج كذا الى غير ذلك، وهذه يسترقون السمع. ويعني قولة مشهورة يقول المنجم يعني يعني في حق المنجمون صدق، يعني كذبوا ولو كانوا صادقين. إذا المنجمون كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم يعني اقتباس من السحرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أنا أقول لهم التحدي من هنا إلى يوم الثلاثاء يخرج، ولو تبقى ساعة المقابلة أنا قابل هذا التحدي، ولكن يعطيني النتيجة. فلهذا هذا التحدي إلى السحرة في المغرب وإلى المنجمون الجدد اللي تيخدموا مع الشياطين وتيديروا السحر، ويعني تيحاولوا يلبسوا على الناس وتيحاولوا تيطاولوا على الفقهاء وعلى الأئمة وعلى الصالحين وعلى الناس اللي تيحافظوا على الصلوات الخمس في المسجد. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. واش اللي بيت تيضرب في القرعه وبيت يعني الفساد، وواحد اللي يعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وتجي انت تطاول عليه تقول انا منجم وعندي علم. وانا تنقول لك هاد المنجمون كاملين اللي تيقولوا منهم من يدعي انه يشلل الناس وانه يفعل، انا اتحداهم يشللوني ولا يضربوني ولا يصيفطوا لي اللي بغاو، انا مستعد لهذا التنجيم. وهنا سنفتحوا المعركه مع هاد المنجمون الجدد، لانهم طغاو وبانهم تطاولوا على الائمه وعلى رموز الدين، ومنهم البخاري اللي ما يوصلوليش حتى ماشي الطراب ديالو، اقل من الطراب ديالو، لانه رجل خدم الدين. والأئمة كلهم الكتب الستة ديال المسلمين، لأن نعتقد نحن أهل السنة والجماعة بأنهم كتب هي السنة، سنة رسول صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله وتقاريره. هاد الناس بغا يعني يجردونا من التراث ديالنا، من الدين ديالنا اللي هي السنة النبوية، ويقدحونا في السنة النبوية بأحاديث اللي ما فهموهاش هما، لأن تكلموا فيها علماء يعني قبل، ولكن هما تيحاولوا يمشيو للناس البسطاء، الناس اللي ما عندهمش اطلاع، باش يوهموهم بأن السنة ما كايناش، وبأن الصلوات الخمسة ما كاينش، كاينين صلاة الصباح وصلاة العشية، وبأن أشياء كثيرة باش يعني يحاولوا يخدموا أجندات خارجية، منها الشيعة ومنها القرآنيون الجدد أو الشحر أو ما يسمى شحرور، فكرة الشحروريون الآن. لهذا أنا أقول التحدي مفتوح معكم، حاولوا كما تقولوا انتم تتشللوا تضربوا تتفعلوا تتركوا، انا تنتظركم باش تضربوني وتشللوني، وانا انتظركم في مقابلة المغرب اسبانيا ان كنتم يعني عندكم الشجاعة. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون.